السلام عليكم الدراري. دابا صون عليا الليفرو، غادي نعاود نعطيه الامانه ديالو. ها هي هاني موجدها له باش ناخذ البيسي اللي غادي نديرو على ود السيميلاسيون ونوريكم الكونفيك ديالو كيفاش داير، كيفاش غادي يخدم لنا مع لي جو. خليكم معايا حتى الاخر. هنا جا عندي الليفرور حتى لباب الدار، عطاني الامانه ديالي وخلصتو فيها. صراحه ما عنديش شي بلاصه مزيانه اللي نقدروا نديروا فيها الانبوكسين، نحاول نحلهم غير هنايا في الصالون ديال الدار ونشوفوا المحتويات شنو جاني شنو ما جانيش. دابا لحد الان مانيش عارف واش داكشي اللي كومونديتو هو هذاك. كما كيبان لي هنا يمكن هذه هي لونيتي، كتبان لي ثقيله، غنخليوها هي التاليه. بالنسبه لليكرون هي هذه اللي اختاريت، MSI 27 بوس فول اتش دي 180 هرتز. كان هذا هو الخيار ديال ليكرون اللي غادي نخدمها في البوست ديال السيميلاسيون. نخليوها جانبا. وكيبان لي نبداو بهاد الكرتونه، ما عرفتش الصراحه شنو فيها. انا كنت كومونديت حتى بواط فيتاس ديال لوجيتيك سميتو شيفتر ولا شي حاجه بحال هكا. هذه هي الكرتونه اللي غنبداو بها. من فتحتها بانوا لي القطع ديال البيسي، الكارت مير، الباور سبلاي 750 واط، الكارت جرافيك 3060 12 جيجا بايت في رام، الفونتيلاتور ديال البروسيسور. هذا هو الشيفتر ديال الفولون، وخديت حتى كاسك من MSI. بالنسبه لليكرون خديتها ب 2000 درهم 27 بوس، كنظن كافيه للبوست ديال السيميلاسيون. خديتها فول اتش دي، والميزه الزوينه اللي فيها هي IPS احسن من لي زيكرون VA، وخديتها 180 هرتز واللي تنسي فيها 0.5 ملي سكوند. كنظن خدامه حتى لي جو ديال الشوتر. بالنسبه لشنو جا معها، جات معها السيبورا والكابل ديالها والكابل HDMI حتى هو. ليكرون كتبان لي خفيفه وجاو فيها جوج ديال لي بور HDMI. ودابا وصلنا للبيسي اللي خديت فيه بروسيسور رايزن 5 5600، وكارت جرافيك خديت RTX 3060 12 جيجا في رام. خديت فيه 16 جيجا بايت في الرام DDR4. الباور سبلاي 750 واط و512 في ستوكاج NVMe. كنظن قاضي غرض بالنسبه للبوست ديال السيميلاسيون، فراه غادي يخدم اغلبيه الالعاب ديال السباق واللي غادي يخدموا مع الفولون. خديته ب 7300 درهم. شنو بان لكم فيه؟ التركاب ديال السيبورا كان ساهل بزاف، ما فيهاش كاع لي فيس. هنا ركبت ليها الخيط ديال الضو لاش HDMI ديالها، ودابا واجد باش نشعلو لاول مره. وهذا هو السيت اب اللي ضربت عليه تماره صراحه. والبواتي كنت كنظنها اكبر من هكا، ولكن خديتها من لا مارك MSI، كنظنها تكون كاليتي فيها مزيانه. هنا اكتيفيت 180 هرتز في الاكرون، كلشي كيبان في الويد، كلشي سلس. ودخلت حتى لي درايفر اللي خاصين ديال البروسيسور وديال الكارت جرافيك، ودخلت حتى اللوجيتيك جي هاب باش نقدر نكونيكتي الفولون مع البيسي مباشره. دارت الفولون يعني راها تكونيكتات. جربتها مزيان وجربت حتى لي بيدال، كلشي كان 5-5. هذا هو الكاسك اللي خديت من MSI GH20، خديته ب 400 درهم. مقارنه بالثمن الكاليتي باش مصايب مزيانه. وهذا هو الشيفتر ديال لوجيتيك، خديته ب 500 درهم من بعد برومو، فهو كيدير 600 درهم في الاصل. كيجي غير بوحدو في لابواط، الماتير باش مصايب كيبان صحيح. هنا ركبته مع الفولون، كاينه بلاصتو لتحت، يعني خاصني ضروري نفك الفولون. بلاصتو باينه والتركاب ديالو ساهل. وهنا دخلت اللعبه اللي هبلتني، اسيتو كورسا ايفو، كنتمنى تخدم هنا مزيان. من كملت الجو لانستالاسيون مباشره بغيت ندخل نجربها، بغيت نشوفها كي غتكون هنايا من بعد التجربه الفاشله مع البيسي القديم.
وما تصوروش هنا الفرحه ديالي من طلع لي اللوغو اول مره ديال اللعبه. هنا فتحت اللعبه وجربتها وكان كل شيء خدام مزيان، كل شيء سلس، كل شيء في الويد. الكاليتي اللي عطاتني المونيتور كانت مزيانه بزاف واخا غير فول اتش دي. الاستجابه ديال الفولوم مع اللعبه كانت مزيانه، وحتى لي بيدال كانوا خدامين مزيان، حتى تعطيوني لي جو اللي نقدر نخدمهم مع هاد الفولا واللي تبغيوني نجرب. بالنسبه للبواد فيتاس ولا الشيفتر صراحه ما جربتوش، ولكن كنظن خدام. بالنسبه للدراري السيت اب خرج حاجه مزيانه، وكاين واحد الفرق كبير بين اللي كان عندي وهذا. صراحه اللعب كان سلس بزاف، لا من ناحيه الاكرون ولا من ناحيه الكونفيغ اللي خديت. قولوا لي الراي ديالكم فيها. وكذلك بقات لي واحد النقطه اللي هي الكرسي، ما عرفتش واش ناخذ واحد جديد. لقيت واحد ب 3500 درهم، ولكن خفت ما يكونش كاليتي، راكم عارفين هذه صال جو ما غاديش يكون استعمال شخصي. كل عنده شي نصيحه ولا قدر يعاونني بشي حاجه ولا سبقني في هذه التجربه هذه يعاونني، وشكرا جزيلا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنضرب لكم موعد مع فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو.